مساء الفل عليكم يا شباب. كنت عايز اتكلم معاكم. طبعا يعني انا مش محضر والله حاجه، انتوا عارفين ان انا ما بحضرش. بس كان في موضوع كده كنت عايز اتكلم فيه، وناس كتير بتسأل فيه الفتره اللي فاتت دي. اللي هو اوروبا ولا الخليج. انا واحد من الناس ما كانش في بالي خالص ان انا اسافر الخليج خالص يعني. ما كانش في حسبتي اصلا، وكل ما حد يقول لي طب ما تسافر السعوديه والامارات، اقول له لا لا لا، ما كانتش في بالي، وكان اتجاهي كله لاوروبا. يعني كنت ماشي في ورق انجلترا، وكنت خلاص كان فاضل لي خطوه يعني على السفر. يعني الحمد لله ربنا ما اردش يعني. المهم، فممكن احكي لكم انا دلوقتي داخل على 3 شهور اهو في الامارات. ممكن مش فترة كبيرة قوي اللي انا اقول لك كذا، مش بنصحك بحاجة، بس انا بقول لك من وجهة نظر انا. اللي انا شفت ان الحمد لله الواحد قعد مع ناس يعني من اللي هم من تحت خالص لحد ما شاء الله الله اكبر، يعني ناس ربنا كرمها وناس عايشة هنا مرتاحة جدا يعني، وناس عايشة في ليفل تاني يعني بمعنى صح. المهم، فلو انت بتفكر او خليني مثلا ما بلاش ان انا اقولها لك كنصيحه، او اقول لك الوضع هنا وانت يعني ميك يور تشويس. بالنسبه للخليج، لو انت بتتكلم في سوشيال سيكيورتي نمبر 1، يعني انت بتتكلم في امان اجتماعي. انت مش خايف على زوجتك، على اولادك، مش خايف على نفسك، مش خايف على حاجتك. يعني انا جاي في كافيه، رحت رامي الشنطه ورامي الجاكيت ورايح في اخر المول، داخل الحمام وراجع تاني. الكلام ده عمرك ما هتلاقيه في اوروبا، استحق، ولا في اوروبا ولا في امريكا ولا في كندا ولا في اي حته في الدنيا. فلا، في الامارات عامه هنا في الكلام ده. لو انت بتتكلم في امان اجتماعي، لو بقى اللي هي فاينانشال سكيورتي، اللي هو اسمها ايه، امان مادي، يعني اللي هو من الناحيه الماديه بقى. لو انت لوحدك هنا تقدر تعيش وتوفر. حتى لو انت لو بتقبض 2000 درهم، لو بتقبض 2000 درهم تقدر تعيش وتقدر توفر وتعمل اللي انت عايزه وتاكل اللي انت عايزه. انت يعني انت برضك انت ودماغك يعني. في ناس هنا مرتبها مثلا 2000 درهم وبتاكل وتشرب وتحوش. في ناس مرتبها 10000 درهم و20000 درهم ومديونين. انت اللي بتختار قرار نفسك يعني. لو انت بقى دي تاني حاجة يعني انا كنت بتكلم فيها، اللي هي من ناحية الامان الاجتماعي او الامان عامة. لا، هنا نمرة 1 في العالم يعني. بالنسبة للامان المادي زي ما قلت لك، انت لو معاك اسرتك بيبقى الوضع اخطر شوية. بمعنى انت لو كنت مثلا هتعيش في شقة شيرنج، مثلا، ممكن تعيش من اول 500 درهم لحد 750 لحد وانت طالع يعني. بس لو معاك اسرتك فانت اصبح انت ممكن تدفع 5000 درهم في الشهر في سكن. هي اغلى حاجه هنا السكن. الاكل انت ممكن 500 درهم انت وزوجتك هتاكلوا كل اللي نفسكوا فيه حرفيا، يعني 500 درهم حرفيا. بس هي السكن هنا اغلى حاجه. انما انت مثلا لو انت هتشتغل وزوجتك هتشتغل وهتزقوا مع بعض وهتظبطوا الدنيا مع بعض ان شاء الله باذن الله، ربنا يكرمكم وتبقى الدنيا حلوه. طيب بالنسبه لاوروبا، اوروبا بقى انت ما بتفكرش تحوش. هنا انت ممكن تحوش، اوروبا مش هتلحق تحوش، بس انت ككواليتي اوف لايف يعني المفروض اللي هو اعلى. بس دلوقتي حرفيا اوروبا، سواء انجلترا، ايطاليا، يعني انا الكلام ده بشوفه بقى في فيديوهات، مش فيديوهات معموله فيك، لا، فيديوهات لناس بتنقل تجربه من هناك. يعني حتى انا كنت شايف لايف كده لواحد من كام يوم في ايطاليا. لا، كامان مفيش امان خالص. في لندن ذات نفسها حوار النشر ده، نشر التليفونات زاد جدا. فالوضع من ناحيه كامان لا، مش امان خالص. وبالذات كمان مش امان اللي انت مكان تامن فيه على زوجتك وعلى اولادك. في مناطق ومناطق. انا كنت بتكلم مع واحد صديقي من انجلترا، بقاله 7 سنين تقريبا من انجلترا دلوقتي، دكتور هو وما شاء الله عليه. قال لي انت ممكن وانت ماشي فاهم تشم ريحه الدراجز يعني. ده في الشارع. بالنسبه لحوار نشر التليفونات منتشر في لندن بالذات. بس في اماكن مفيش فيها الكلام ده، والامان فيها كويس وكل حاجه.
بس انت بتدفع مقابل ده. يعني هو قال لي مش عارف، انا بدفع سكن تقريبا حوالي 3000 جنيه استرليني في الشهر، او 3000 وحاجه كمان. ده اول انكلودد بقى، اللي هو البيلز كلها يعني. بس ده مبلغ. اي نعم، مثلا ممكن يكون هو قادر يدفع ده، بس ده بالنسبه له مبلغ. ف يعني مش عارف انه بقى احسن. هي طبعا اي خطوه سفر بالذات لما تكون لوحدك، يعني انا الحمد لله ان انا خدت الخطوه ومش زعلان عليها طبعا. ده انا يعني مبسوط منها جدا، وحاجه من الحاجات الكبيره اللي انا عملتها في حياتي. ولسه الحمد لله اكيد مش ده اللي انا نفسي اوصل له. اكيد كلنا بنسعى للاحسن وبنطور نفسنا وبنشتغل على نفسنا. بس انا كنت بقول لك يعني ده رايي ما بين الناس اللي بتقارن ما بين اوروبا والخليج. الخليج تقدر تعمل فلوس لو انت لوحدك. لو انت وزوجتك هتشتغلوا، هتقدروا برضو تعملوا فلوس وتوفروا، وتعيشوا حياة كويسة. طبعا ميزة اوروبا عامة لما بتعيش فيها بتاخد بقى جنسية وبتاخد باسبور، فبيسمح لك انك تخش العالم. هنا برضو اقامتك، يعني لما بيكون انت مقيم، يعني انا يعتبر دلوقتي مقيم في الامارات، وان شاء الله باذن الله الاقامه يعني فاضل لها تكه. بس الاقامه دلوقتي بتسهل لك تاشيرات وفيز كتيره، زي الفيزا الشنجن، فيزا امريكا، بتبقى اسهل ليك، خاصه انت لو شغال وبينزل لك راتب ثابت على البنك كل شهر، فالموضوع بيبقى اسهل بكتير. بس احنا بنتكلم مثلا كاوروبا، الناس لو عايزه، لو انت مثلا بتفكر تروح اوروبا، توكل على الله. فكر تروح الخليج، توكل على الله. المهم انت خد الخطوه. يعني لو انت بتفكر، انا مش بشجعك والله، عشان في ناس تقول لي انت بتشجعهم ومش عارف ايه. لا، اللي عايز يسافر يسافر، اللي عايز يسافر. اللي مش عايز يسافر يعني بص، لو انت بتقبض كويس وعايش مرتاح بين اهلك وناسك وكده، يعني خليك. لو انت خلاص لوحدك وعايز تاخد الخطوه، خد الخطوه وجرب. والخطوه دي هنا مش بتبقى اخر الدنيا. يعني انت مثلا لو خدت الخطوه عايز ترجع تاني هترجع في اي وقت. لو انت بتسافر قانوني، محدش يفكر يسافر اوروبا ولا امريكا ولا غير شرع، عشان الموضوع مش مستاهل. هتكون انت بهدلت نفسك على الفاضي. مش على الفاضي، في ناس سافرت وعملت وبتاع وكده، بس مش ده الريسك دلوقتي اللي تاخده. سواء اوروبا امريكا، لا، حاول تسافر قانوني. لو مش قادر تسافر دلوقتي، حاول تجمع فلوس وتسافر. سواء دي او دي، ايا كانت هتبقى خطوه بالنسبه لك للعالم كله. بس وده كان رايي، وان شاء الله ربنا يرزق الجميع. برضو ارجع اقول تاني، مصر احسن بلد في الدنيا من ناحيه راحه نفسيه، امان، استقرار. بس الوضع الاقتصادي في مصر بقى صعب جدا. الناس دلوقتي يعني كله بيعاني، بس برضو يعني عايشين، بياكلوا وبيشربوا. هنا عايشين بناكل ونشرب، وهي دي الدنيا يعني عامة، سواء هنا او هنا او هنا. بس ومصر هتفضل احسن بلد في الدنيا، ودي بلدي وانا فخور بيها الحمد لله. كلنا بس بنسعى لمستقبل افضل لينا ولعيالنا ان شاء الله المستقبليين، اللي هم لسه ما فكرناش اصلا فيهم. بس ولاهالينا طبعا اكيد. يعني انت المغترب ده مش بيعمل لنفسه، لا، هو بيبقى وراه. انا واحد من الناس، ورايا ناس كتير، فان شاء الله وربنا الحمد لله بيرزقني برزقهم. يعني طول ما انا بسعى، حتى لو انا وصلت لحاجه بسيطه جدا، بس انا بالنسبه لي حاجه كبيره. بس الفيديو طول عليكم، وعمال اقول بس وعمال افتح في الكلام، ومساءكم زي الفل.